المشكله اللي انا هعرضها لكم النهارده حيرتني وبرجلتني، والاول مره اقف مع نفسي كتير قوي 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 قبل ما ارد على صاحب القصه، لاني بالظبط من 15 20 يوم جات لي نفس القصه دي مع فرق تفصيله واحده، كان نفس القصه دي بالظبط من احدى المتابعين ورديت عليه بفيديو. لكن الغريبه ان ردي على القصه دي المره دي مختلف تماما عن الرد اللي انا رديته على القصه الاولانيه بسبب تفصيله واحده صغيره وقفت قدامها كتير وحكمت ضميري كتير والمنطق والعقل والمشاعر عشان اعرف ارد عليها، وانا اكاد اجزم ان دي من اصعب القصص اللي انا رديت عليها، وهقول لكم ليه. بس ناخد القصه الاول. اولا القصه من رجل محترم جدا وعلى قدر كبير من التهذب والاخلاق، حتى باين في طريقه كتابه رسالته. آسف وبعتذر لإزعاجك أو الإطالة عليك. ترددت كثيرا في الكتابة إليك، ولكني أثق في رأيك ورؤيتك الصائبة دائما، وتعجبني كثيرا فيديوهاتك وأتابع معظمها منذ أكثر من 2 سنين، وأرجو منك النصيحة بإخلاص التي تعودنا عليها منك دائما. أنا هشيل الحتة اللي جاية دي لأن فيها تفاصيل موضحة قوي، عمل وخلافه، فأنا هشيلها. مشكلتي تبدأ من أكثر من 25 سنة. كنت في نهاية عام 99 في الجيش، وأنا طلبت من والدي خطوبة ابنة خالتي، وهشيل برضو اللي جايه دي عشان تفصيله خاصه. ووافق والدي فورا وطلب يدها من والدها، وكان يرفض زواج الاقارب، ولكنه عندما علم بي وافق فورا. وعندما تمت الخطوبه لم اشعر بفرحه، وبدات مشكلتي مع خطيبتي. لم احس معها بتجاوب أو الفرحة بخطوبتي وقربي منها، وهي متوسطة الجمال، وعندما أنظر إلى وجهها لم أشعر بالراحة والقبول والفرحة. فتعودي عليها، دي مشكلة مش مشكلة الجمال، فتعودي عليها كابنة خالتي غيرت نظرتي لها كخطيبتي وزوجتي، وسكني لأؤسس بيت قائم وثابت. بعد شهرين أعلمت خطيبتي بإحساسي إنه مش حاسس تجاهها غير إن هي بنت خالته، مش عارف يشيلها من موقع بنت خالته إنها تكون خطيبته، وهي عادي. قالت لوالدها ورجعوا الحاجة. وهنا بدأت مشكلة تانية حين تدخل الأقارب والجيران. انت معمولك عمل. والأكثر عندما علم والدي ظل يبكي على عكس ما أنا متعود عليه من الشدة والقسوة. وهنا بدأت أحاسيسي وتفكيري يتلخبط وعجزت عن التفكير. المهم رجعونا لبعض سنة كاملة وإحساسي لم يتغير، وهي تشعر بعدم فرحتي، وتجاوبنا وانسجامنا مع بعض. للأسف تم الزواج بعد سنة، وبعد الزواج لم تتغير نظرتي لها، فلم أحس بالفرحة، وعندما أنظر إلى وجهها أشعر بالحزن وعدم الراحة. وبعد سنة أخرى رزقنا الله بمولود، واستمرت معاناتي مع زوجتي. في تفاصيل هنا بقى خاصة بأبنائه أنا هشيلها تماما، وطبعا من نظرتي لها فهي مظلومة، ولم أستطع قول عبارات الحب والرومانسية من قلبي وهي تشعر بكل ذلك، وبالتالي زادت معاناتها مع زوجها الذي لا يحبها. وبعد 5 سنوات رزقنا مولود آخر، واستمرت المعاناة. وقلت ربي أولادي، والحمد لله سافرت فترة في السعودية وحجيت أنا وزوجتي وأمي. حاليا نفس شعوري نحو زوجتي هو منذ البداية، وتعلم جيدا إني لم أحبها ولم أعطيها حقها من الاحتواء والكلام الحلو اللي المفروض تسمعه من زوجها، وغصب عني والله، فلم يخرج من لساني لأني لا أشعر به، وهي تعلم كل هذا. وظهرت واحدة في حياتنا وزوجتي تعرفها، المهم إني أصبحت أنجذب ليها وأشعر بها لدرجة الحب والعشق. زوجتي تعلم بكل هذا، والآن أنا في حيرة من الانفصال عن زوجتي وأكف ظلمي عنها وتزوج من أحبها التي انفصلت عن زوجها ومعها برضو مش هقول ولد ولا بنت، وبين الاستمرار مع زوجتي وهي تريد الاستمرار من أجل الأولاد، وقالت لي عادي لو تزوجتها فأنت تحبها ولم تحبني، ولكن من داخلها تريد الاستمرار من أجل الأولاد. واللي فهمته لما سألته ان مراته قالت له اوكي اتجوز بس نتطلق احنا. بعتذر مرة اخرى للإطالة، ولكن الرأي السديد في الاستمرار مع زوجتي بدون حب طول الحياة، وبين اني اتجوز من احب. وعلى الرغم من كل هذا زوجتي لا تريد الانفصال عني من اجل البيت والاولاد، ولكن امام علمها بعدم حبي لها بتقول من وراء قلبها تزوج بمن تحب. وجزاكم الله خيرا استاذتنا الكريمه. ودي كانت القصه. مش قادره اقول لكم الحيره اللي انا كنت فيها قبل ما ادي الراي ده، لاني انا من 2 3 بالظبط يمكن اقل لما جات لي نفس القصه دي. بس الفرق في القصه الثانيه ان هو كان عايز يرجع لقريبته اللي كان خاطبها زمان، وكان عايز يرجع لها، وانا وكل المشاهدين نصحناه انه ما يرجعش لخطيبته لان اصلا كان في مشاكل ما بينهم زمان، وطبعا عشان ما يضيعش عيشه العمر دي كلها. لكن الاستاذ اللي انا اتكلمت معاه المره دي في القصه دي واخدنا ودينا كتير في الكلام صعب عليا، على عكس القصه الاولانيه انه كان عايز يرجع لخطيبته. انا اتشتت جدا وكنت عماله اقرا في القصه مره واثنين وثلاثه واتكلمت معاه، وكان صعبان عليا قوي فكره ان هو ما دقش الحب قبل كده، على عكس صاحب القصه الاولانيه اللي عرف الحب بس مع الشخص الغلط. ده ما عرفش الحب قبل كده، ما عرفش يعني ايه يكون مع انسان بيحبه. الصراحه هنا انا كنت مشفقه على الاثنين، عليه وعلى زوجته، لانها كمان عاشت مع انسان ما بيحبهاش، وده كان
واضح وقال لي هي عارفه. وده بيبقى صعب قوي ان انت تعيش مع انسان عارف ان هو ما بيحبكش شويه من الواضح ان هي ما بتحبوش، هما الاثنين ما بينهم عشره فقط لا غير. فهنا كان لازم يكون عندي بعض العدل واحكم عقلي ومشاعري الاثنين مع بعض وانا برد على رساله زي دي. انا عارفه الستات ممكن يزعلوا مني قوي، بس انا عندي راي وهقول لكم ايه الراي واللي انا قلته له وما وراء الراي اللي انا قلته له. انا قلت له والله لو في مشاعر وانت هتكون شخص منصف وهتدي لمراتك كل حقوقها كلها وكانك موجود بالظبط، مراعاه للعشره الحلوه اللي كانت بينكم وهو ما قالش عليها ولا كلمه وحشه وما عرفش في حقها بل شكر فيها كتير معايا. قلت له من حقك ان انت تجرب هذا الحب الاخير اللي طرأ عليك في حياتك اللي هو اول حب انت تعرفه، ولكني انصحك انك تختبر الحب ده الاول. يعني ارتبط بالسيده دي ارتباط خطوبه او خلاف دون زواج وشوف هل الشخصيه دي تتوافق معاك ولا لا، لان انت مراتك بتشكر فيها. ممكن الشخصيه اللي انت اعجبتك بيها دي يكون اللي فيه مشاعر حب او انجذاب، ولكن شخصيتها تكون ما تتوافقش مع شخصيتك، مش شرط تكون افضل حاجه، فهتبقى هدمت بيت فيه استقرار على حساب حب غير محسوب. ولكن جرب. ليه بقى انا قلت له كده وليه على عكس القصه اللي فاتت؟ اولا لاني حسيت ان في احترام كبير ما بين الاثنين، ثانيا اني عارفه ان الست اللي تعيش مع راجل ما بيحبهاش ده بيؤلمها ويتعبها جدا. عدم وجوده افضل من وجوده، لان وجوده بيفكرها كل يوم ان الشخص ده ما بيحبهاش، فانفصاله عنها مع اكرامه ليها ده في صالحها وفي صالحه. وده اللي انا اكدت عليه قوي فيه. عايز ترتبط بواحده تانية وتطلق مراتك، اديها كافه حقوقها وزياده وكون متواجد في حياتها هي واولادك كما كنت بالظبط. ما تخليش الحب الجديد ده يعميك اللي انت اصلا لازم تختبره الاول. فانا هنا بصيت لمصلحه الاثنين. اي نعم الحل صعب ولكنه في مصلحه الاثنين عشان ما يعيش معاها ويكمل. لو استغنى عن الحب اللي هو فاكر ان ممكن ده يسعده، هو شايف ان هو كمان اتخلى عن شيء. هو قبل كده ما كانش شايف انه اتخلى عن شيء، شايف ان هما الاثنين مش مناسبين لبعض، لكن ما كانش شايف انه اتخلى عن شيء. ممكن احساسه بتخليه عن شيء ده يخليه متجني عليها شويه، وده هيؤلمها اكتر. فاستمرارهم مع بعض بهذا الشكل مش في مصلحتها ولا في مصلحته. وبيني وبينكم عندي اعتقاد داخلي كده ان زهوه الحب دي بعد وقت هتختفي وهيرجع تاني لمراته الاولى، ولكنه هيرجع غير نادم على شيء فقده او ما جربوش. وده كمان هيحسسها بانها حد مهم في حياته. احتمال التجربه دي تفيدهم هما الاثنين. المهم في القصه دي واللي انا اللي طلبت انها تتنشر لان رايي فيها كان مختلف عن القصه اللي نشرتها من قريب، ان مهم قوي الناس اللي بتضغط في اوضاع زي دي على ان جوازات تكمل هم مالهمش فيها، اتنين مفيش ما بينهم انجذاب. دايما بتكلم على موضوع الانجذاب. الانجذاب يا جدعان لازم يكون في انجذاب ما بين الاتنين اللي هيتجوزوا. مفيش انجذاب يعني مفيش حب، يعني مفيش قبول، يعني مفيش راحه. اهي قدامكم جوازه استمرت حاجه و20 سنه ولكن ما فيهاش حب، اتزعزعت في الاخر لان ما فيهاش حب، مفيش انجذاب، مفيش قبول. هل حد من اللي اتدخل وجوزهم دول فادهم بشيء دلوقتي؟ لا. وعايزه اقرا لكم برده زي ما وعدتكم ردوا عليا. ده ردوا عليا بعد ما انا قلت له رايي اللي انا قلته لكم. جزاكم الله خيرا استاذتنا الكريمه ونعم الراي، والحمد لله ان حضرتك فهمتيني صح. وفعلا بينا الاحترام والرحمه، والله يعلم اني صادق في كل كلمه قلت لها، بدليل اني لم ادين زوجاتي باي كلمه، ويشهد الله انها لم تقصر في شيء، ولكن هي القلوب يقلبها الله كيفما يشاء وتنبض لمن يشاء. لذلك استمر الزواج بدون حب اكتر من 25 عام للرحمه والموده والاحترام الذي بيننا. ولما طلبت منه ان ننشر القصه كان ده رد. وانا لا امانع من نشر القصه بدون اسماء للعظه وافاده الناس بعدم تدخل الاهل والاقارب في الزواج وافساد الزواج على الزوجين. انا وزوجتي اخطانا عندما اكملت الزواج وانا لم احبها ولم اشعر بها فتره الخطوبه، وهي اخطات عندما اكملت الزواج وهي لم ترى الحب في عيني في فتره الخطوبه كما ذكرت حضرتك، وان فتره الخطوبه هي للتعارف ولا التقارب، فان لم يوجد مساحه مشتركه تجمع الخطيبين وتقرب بينهما فلا داعي لإكمال الزواج، هذا خير للطرفين. بشكر حضرتك جدا، ولو نشرتيها زوجاتي لا تتابع حضرتك فإن شاء الله لن تتأذى من ذلك. ولم أخبرها حرصا على مشاعرها، وأنا أصلا شلت تفاصيل كتير تبين أي حاجة خاصة بالعيلة دي. وجزاكم الله عنا خير الجزاء وجعل الله في ميزان حسناتكم ورزقكم إن شاء الله. وده كان رده. وبجد أتمنى إن الموضوع ينتهي بالصالح للطرفين. ما أتمناش إن قصة حبه تفشل، وما أتمناش يرجع أو ما يرجعش لزوجته الأولى. الفكرة اني اتمنى للاتنين ان يكونوا مرتاحين بعد الخطوه دي، وان يكون الدنيا بالنسبه لهم ابسط واحسن وافضل. وبرضه لو حابين تقولوا له رايكم المايك معاكم. وفي النهايه جميع القصص اللي بتجيلي لا يطلع عليها اي حد غير ولا يتم نشرها الا بموافقه صاحبها او طلبه هو شخصيا. كانت معكم في بي انور سيناريستيه، ويومكم سعيد.